السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة مدريد. سنتكلم اليوم عن قضية أثارت الكثير من الحبر، أثارت الكثير من الآراء، ورأينا الكثير من الصحف تتكلم عن هذه القضية. هي قضية نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري. نهضة بركان إخواني الكرام حاولت لعب المقابلات كجميع المقابلات مع جميع الفرق الإفريقية، ولكن اتحاد العاصمة أراد أن يكون هذا اللقاء لقاء غير لقاء كرة قدم، لقاء سياسي، لقاء للثأر من المغرب، لقاء لا أعرف كيف أصف ذلك، ولكنه بغض وحقد وكراهية أرادوا أن يخرجوها، لكن لم يجدوا في من، فوجدوا نهضة بركان أمامه مباشرة، فطبقوا كل ما كانوا يحلمون أن يطبقوه. استحوذوا على الأمتعة اللاعبين، أمرهم بأن يخلعوا أو يغطون الشعار للتراب الوطني، خريطة المغرب الشريفة، لكن رجالنا وأسيادنا وأسودنا لم يرضخوا إلى مطالبهم أبدا، والكاف أيضا أنصفتنا وأنصفت المغاربة وكانت مع الحق، وإن الله لا ناصر للمظلومين. لكن هادو الناس، هاد الإعلام ديال الهكانيين، هاد الإعلام الكرغولي، مازال تيتكلم، مازال تيتفوه بشلة حوايج اللي حنا ولفناها صراحة، اللي ولا تجينا حاجة عادية، حاجة نورمال، فمكاينش علاش غادي نكترو في المقدمة. غندوزو نيشان باش تسمعوا بودنيكم إخواني وتحكموا على الناس، على الإعلام ديال هوك، إعلام اللي ما المنطق ما عندهمش، لوجيك ما عندهمش، الدين ما عندهمش، السياسة ما عندهمش، العلم ما عندهمش، حتى شي حاجة ما عندهم. بلد غنية بالبترول، غنية بخيرات الله، غنية بكل شيء، ولكنهم لا يستطيعون مقارعة حتى ذبابة، لا يستطيعون مقارعة حتى ذبابة. فكيف ستقارعوننا؟ كيف ستقارعون أسيادكم؟ هم فعلا مجنونين. اذهبوا واشتغلوا وركزوا على بلادكم وعلى مصالحكم، إنكم تتوهمون الوهم فأنتم غافلون. بارك عليكم، راكم عيتوا، راكم بداو بينتوا للناس والعالم بأنكم عيتوا. الانسان ملي تيبقى يكذب وينافق وتيقلب سنين، هذه اعوام، قرون، وانتم تحاولوا انكم تقيسوا هذه البلاد هذه وتدمروا هذه البلاد اللي ما دارت معكم الا الخير. احنا ما درنا معكم على الخير، جدودنا ما داروا معكم على الخير، وقفنا معكم في الثروه ديال المحن ديالكم. فمن الاحسن لكم انكم تشوفوا شغلكم، تشوفوا بلادكم، وهذيك تتبقى كرة القدم. نديروا رايتنا، نديروا اللي حبينا، نلبسوا اللي حبينا، المهم والاهم اننا مطبقين القانون. فهذاك التوني فهو موافق عليه ومتفقين عليه بان ذاك التوني غيتلعب به نهضة بركان. اي دولة في اي قنت ما يمكنش غتجيو نتوما تبغونا نمحيو حنا بلادنا ولا تدخلوا في جزء من اراضينا. ولكن قبل كل شيء اسمعوا هذه القصيدة للمتنبي، عل وعسى أن تفهموها جيدا وحللوها جيدا أيها الإعلام الكرغولي. أماتكم من قبل موتكم الجهل، وجركم من خفة بكم النمل، وليد أبي طيب الكلب ما لكم، فطنتم إلى الدعوة وما لكم عقل، ولو ضربتكم منجنيق وأصلكم قوي لا هدتكم فكيف ولا أصل، ولو كنتم ممن يدبر أمره لما كنتم نسل الذي ما له نسل. تنتمنى خوتي أن الحلقة، باش ما نطولش عليكم، تنتمنى أن هذا الفيديو يعجبكم، وتنتمنى أنني نشوف الآراء ديالكم في التعليقات، وما تنسوش خوتي تدعموني بلايك والاشتراك في القناة، وذلك فضلا وليس أمرا. إن جزاكم الله خيرا.
أهلا بكم مشاهدينا مجددا. وصلنا إلى أخبار ومستجدات الرياضة، وهذه المحطة ستكون مع كريم بالعربي. صباح الخير كريم. صباح الخير محمد لك ولكل مشاهدي برنامج صباح نيوز. كريم، الحديث اليوم سيكون حول قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي اعتبر الاتحاد الجزائر منهزما في مباراته أمام نهضة بركان في ذهاب ربع نهائي كأس الكاف. فعلا محمد، قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الذي كان منتظرا جاء قبل ساعات قليلة من نصف نهائي كأس الجزائر الذي جمع اتحاد الجزائر امام شباب بلوزداد. الاتحاد الافريقي اعتبر فريق اتحاد الجزائر منهزما ب3 أهداف دون رد، وأجبره على لعب مباراة العودة يوم الأحد المقبل بمدينة بركان. محمد، للحديث أكثر عن هذا الموضوع يلتحق بنا هاتفيا الإعلامي الرياضي فؤاد إسماعيل من العاصمة القطرية الدوحة. صباح الخير فؤاد. صباح الخير كريم لك ولكل متابعينا. طيب فؤاد، مثلك مثل كل متتبعي الشأن الرياضي، الاتحاد الافريقي اصدر قراراته بخصوص مباراة اتحاد الجزائر ونهضة بركان في نصف نهائي كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. اولا، كيف استقبلت قرار الهيئة الكروية الافريقية؟ أعتقد أن كما قلت كريم، هذا الإعلان أو هذا القرار كان منتظرا وفق أجندة أتى بها الفريق المغربي. كان يعلم جيدا أنه سيتم توقيفه في المطار لانتزاع منه الأقمصة، وكان يدري جيدا أنه لن يدخل لمواجهة اتحاد العاصمة، وحتى هناك من أراد بعض اللاعبون الدخول لأرضية الملعب ثم نزع السترات للبقاء بدون أقمصة على أرضية الملعب في سيناريو درامي جديد من أجل تغليط الرأي العام على الأقل أقول الكروي على مستوى العالم. نهضة بركان كان يعلم جيدا أنه سيعود إلى بركان إلى على الأقل إلى الأراضي المغربية دون لعب مباراة الذهاب، وكل شيء مخطط من طرف اتحاد إفريقي مختطف من رجل اسمه فوزي لقجع. نعلم جيدا من أين يستمد قوته هذا الرجل. هو الرئيس السابق لنهضة بركان، ومن حقه أن يدافع على مصالح بلاده لكن بطرق ملتوية. أعتقد أن الاتحاد الإفريقي أكثر من أي وقت مضى فهمنا ليلة أمس أنه مختطف كلية، ولا قرار للاتحاد الإفريقي، وإنما كل القرارات تصدر من مدينة الرباط ومراكش والمدن الأخرى التي يقضي فيها كل أعضاء الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك الرجل سامسون الذي وقع على الوثيقة التي وصلت، أو خلينا نقول البيان الذي وصلنا أمس إلى الجزائر قبل خوض تلك المباراة النصف النهائية. الأعضاء يقضون كل وقتهم في مراكش وفي المدن المغربية، ويتم اتخاذ القرارات في المغرب لا في الموقع أو مركز أو خلينا نقول مقر الاتحاد الإفريقي في القاهرة. طيب فؤاد، لماذا حسب رأيك في كل مرة الاتحاد الإفريقي ينحاز للكولسة، خاصة إذا تعلق الأمر بالمنتخب أو الأندية المغربية؟ لماذا في كل مرة ينحاز للكولسة الاتحاد؟ والاتحاد الافريقي كريم مختطف منذ سنوات طويله من عيسى حياته قبل ذلك، لكن الان اصبح الامر يعني واضحا وضوح الشمس بتحيز واضح فاضح للكره المغربيه. الكل شاهد كيف تاهل هذا الفريق نهضه بركان الى المربع الذهبي بتخطيه المنتخب الفريق الليبي طرق ملتوية. صحيح. اليوم المغرب تريد أن تلوي يد الجزائر من خلال هذا الموقف الحرج إن صح القول الذي يريدون أن يضعون فيه. أعتقد أنهم خسئوا، والجزائر أكبر من كل هذه اللاعب التي لن تجدي نفعا
أعتقد أن الميدان هو الفيصل. لا أقول بأن اتحاد العاصمة سيلعب مباراة العودة وسيفوز بأكثر من ثلاثية أو ينهزم أو يقصى لأنها مجرد كرة القدم، لكن السيادة الوطنية والمواقف والثوابت أهم بكثير من جلد منفوخ. طيب فؤاد، في المقابل الجزائر دائما مستهدفة، والأندية الجزائرية والمنتخب الجزائري شهدنا الظلم التحكيمي للمنتخب الجزائري في كأس أفريقيا الأخيرة. الأندية الجزائرية دائما ما تعاني قاريا وفي المنافسات الإفريقية، دائما الجزائر مستهدفة، لماذا حسب رأيك فؤاد؟ مستهدفة لأنه الإقجاع استمد قوته من أطراف. لا نريد الدخول في الأمور السياسية بما أننا رياضيون ونتكلم فقط عن الرياضة. الكل يعلم كيف يستمد هذا الرجل قوته على مستوى الاتحاد الإفريقي بالضغط على جميع الأعضاء، بما في ذلك موتسيبي الذي أصبح دمية في يد الإقجاع، العدو الأول للكرة الجزائرية وللجزائر بصفة عامة، من خلال تصريحاته الغير مسؤولة في كل مرة بدون أي سبب يتهجم على الجزائر، وله بغض شديد على الجزائر. أعتقد أن علينا رؤية الأمور كما هي، والمضي قدما لتقوية أنفسنا. كريم، احنا ما علينا إلا أن نلوم أنفسنا لأننا ضيعنا الكثير من الوقت. 3 رؤساء في عهدة واحدة على مستوى الاتحاد الإفريقي الجزائري لكرة القدم، وغبنا عن الهيئة الإفريقية لمدة سنوات طويلة. أعتقد أننا ندفع ثمن كل هذه السنوات التي ضيعناها بحثا عن، خليني اليوم نسمو الأشياء بمسمياتها، المصالح الضيقة على مستوى كرة القدم، سواء النوادي وحتى على مستوى الاتحاد الكروي الجزائري. صحيح فؤاد، لكن قوانين واضحة فؤاد في مثل هذا النوع من المباريات. لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، الكاف، ميثاق اللجنة الأولمبية يمنع استخدام السياسة في الرياضة، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سمح لنادي نهضة بركان باستغلال السياسة في الرياضة. فكيف نفسر يعني ضمه لأراضي متنازع عليها ودولة معترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي الذي مقره أديس أبابا، يضم حدود بلد معترف به كما قلت من طرف الاتحاد الإفريقي الذي مقره أديس أبابا؟ يعني كيف تفسر هذا الأمر فؤاد؟ اليوم احنا أمام خليني نسميه باب مسدود كريم. الحين ستصدر القرارات من الاتحاد. خليني نعطيك الاحتمالات. فريق اتحاد العاصمة لا ينتقل إلى المغرب، لا يتنقل إلى المغرب ولا يشارك في هذه المباراة، أو حتى في تنقله إلى المغرب ثم العودة إلى محكمة التحكيم الرياضي في سويسرا. أعتقد أن المنظومة الرياضية والمنظومة الكروية كما قلت قبل قليل، لا أريد الدخول كثيرا في التفاصيل، لا يتم إنصاف بعض الأطراف الغير مرغوب فيها، وأعتقد أننا من بين الأطراف التي ندافع عن بعض المصالح التي لا تتماشى مع رؤى هذه المنظومة التي تتحكم في العالم حاليا. أريد أن أبقى في الرياضة كريم. لا أريد العودة إلى قصامة وإقصاء من كأس العالم، لكن الطريقة، خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها. الطريقة التي تم التعامل معها أو مع القضية الجزائرية، خلينا نسميها قضية أو الموضوع الجزائري، أعتقد أن ناقوس الخطر بدأ من تلك الفترة، ونحن سندفع ثمن مستقبلا، لأنه اليوم السؤال غير مطروح بخصوص اتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة يقصى مدة 3 سنوات. الموسم المقبل فريق شباب لوزداد يقابل فتح الرباطي مثلا، كيف سيكون الحال؟ سنرى نفس السيناريو. صحيح. هم جاهزون للضغط على الجزائر. علينا أن نتخذ القرار على مستوى الهيئات الدولية مرة واحدة، ويعني لازم الأمور تتضح ولا تبقى كما هي عليه، لأن أعتقد أننا سنصل إلى باب مسدود من الناحية القانونية وحتى من الناحية الرياضية، وسندفع ثمن سياسيا أيضا، ولو أننا أعتقد وأجزم أننا ربحنا القضية سياسيا من خلال عدم صحيح. السماح وعدم الرضوخ وعدم قبول صحيح. لهذا الفريق باللعب بقميص يحمل في طياته الكثير من المعاني بالنسبة للكرة الجزائرية، بالنسبة للجزائر كبلد.
وبالنسبة لهم هو أمر عادي أن يكون الخريطة نصف بلد أو ربع بلد أو بلد أو بلد ونصف أو بلدين، فهو نفس الشيء بالنسبة لهم. أعتقد أننا علينا الترفع وعلينا التفكير. أتكلم دائما في المجال الرياضي في كيفية العودة إلى حضن القارة الإفريقية، لأنه اليوم القارة الإفريقية كلها يتحكم فيها رجل. صحيح. يعني نتكلم ذلك بمرارة، رجل واحد وهو فوزي لقجع الذي يتحكم حتى في موتسيبي وحتى في أنفانتينو الذي لا يتهاون في التواجد بالمغرب في أول فرصة تتاح له. يعني أنا نحسب له أنفانتينو 3 زيارات في 6 شهور للمغرب، حوالي كل شهرين موجود بالمغرب. طيب. وزيد لك من أعطيني بلة كريم، يوم المباراة اتحاد العاصمة التي لم تلعب طبعا مع نهضة بركان بملعب 5 جويلية، في نفس التوقيت كان فوزي لقجع وأنفانتينو وموتسيبي موجودون بقاعة متعددة رياضات بمولاي حسن بالرباط لحضور المباراة النهائية بين المغرب وأنغولا. تزامن ذلك قبل المباراة تقريبا بساعة. الثلاثي هذا شاهد كل ما حدث بملعب 5 جويلية على الشاشة بواحدة من القاعات من الغرف في قاعة سوية، وأعتقد أنه تم اتخاذ القرارات من طرف هذا الثلاثي بما في ذلك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. طيب، ابقى معي فؤاد اسماعيل. نتابع تصريح كمال حسينة رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد الجزائر عقب مباراة نصف النهائي أمام شباب بلوزداد حول هذه القضية، ثم نعود لمواصلة هذا النقاش. نروحوا ونشوفوا الماء كيفاش يعني في بركان هذا كيفاش فوالا. وبريا حنا رانا بيان سير المقابله قال خسرناها، ما احنا ما خسرناش، درنا عندنا الدوسي يعني راه متحضر بالمحامي تاعنا اللي نروحوا للطاس تاع رازع. واش داروا الكاف بيان سير هذا ماهوش قانوني، حاجه ظاهره. كاين عندهم الناس راكم تعرفوهم اللي راهم تما يحكموا، ولكن نقول بكل صراحه احنا بربي ان شاء الله الماتش هذا ما يروح لناش ليه. إذن كان هذا تصريح رئيس مجلس إدارة فريق اتحاد الجزائر كمال حسينة عقب نهاية مباراة نصف النهائي. تعليقك حول ما قاله كمال حسينة فؤاد؟ عقلاني جدا من شخص خلينا نقول بالعامية رزين. حسينة نعرفه جيدا أنه إنسان متخلق، إنسان حتى في تصريحاته شتان بين التصريحات التي أدلى بها حسينة والتصريحات التي نشاهدها من ذلك الرجل الذي كان عداء كبيرا للجزائر. أنا لست مسؤولا في اتحاد العاصمة ولا حتى من السلطات الجزائرية، لأنه الموضوع قد يتخطى كرة القدم لأنه تخطى ذلك. لكن في حال التقدم والذهاب إلى لعب المباراة أكيد أن نتيجة المباراة ستحسب عليها مباراة الذهاب. صحيح. وسيتأهل المنتخب الفريق المغربي، لأن الموضوع على مستوى محكمة التحكيم الرياضي قد يأخذ أسابيع وشهور كريم، يعني لا يتم دراسة الملفات في غضون أيام. لكن اتحاد العاصمة توجه القضاء الاستعجالي فؤاد، ممكن أنه ما تأخذش وقت طويل. ما تاخذش وقت طويل. اليوم احنا الخميس كريم، جمعة السبت والأحد ما فيش محكمة التحكيم الرياضي. صحيح. يعني عندك 48 ساعة لدرس القضية وهذا الموضوع. على كل أعتقد أن من الصواب الذهاب إلى هناك ومواجهة الأمر الواقع، ومن ثم اتخاذ القرارات على مستوى الكاف من ناحيتهم وعلى مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمنظومة الكروية في الجزائر. طيب فؤاد، تابعنا قبل قليل تصريح كمال حسينة رئيس مجلس الإدارة، نتابع الآن تصريح المدير الرياضي توفيق قريشي الذي أعقب مباراة شباب بلوزداد دائما فيما يخص هذه القضية. اتخذ القرار بانهزام الفريق تاعنا، ولكن ما كان حتى سند قانوني يعتمدوا عليه. الفريق تاعنا كان حاضر والفريق المنافس كان غايب عن الملعب، واعطاو الفوز للفريق هذا في غياب الألبسة تاعو. ولكن القوانين تاع الفيفا وتاع الاتحاد الافريقي تلزم الفريق باش يجيب ألبسة فيها الاشهار وفيها بدون اشهار. هما جابوا غير اللي فيها الاشهار، وهذه ممنوع. كاين قوانين الدولة الجزائرية لازم تحترم، ومهما كان الثمن
سيادتنا ومبادئنا وقوانيننا ملزمة على كل أي واحد يدخل الجزائر باش يحترمها قبل كل شيء، وبعدين نتكلم على أمور أخرى. هذا الشيء ما بقاش، وبالتالي المقابلة ما تلعبتش. أنا أقول لك كل القوانين في حقنا، إذا ما نعرفش علاش ما يعطوناش حقنا، وسنمشي لا بعد حد في هذا الموضوع. توفيق قريشي يقول أن كل القوانين في صالح فريق اتحاد الجزائر. فؤاد اسماعيل. للأسف الشديد لا يتم الاستناد للقوانين. صحيح أننا لا نشك في محكمة التحكيم الرياضي، لكن أعتقد أن اللوبيات متواجدة في كل مكان. وأنا شخصيا أتكلم عن نفسي، وهذا يعني يلزمني فقط شخصيا، لا أثق في هذه المنظومات على مستوى الرياضة في العالم. شفت يعني لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم التي أرسلت للجزائر يعني 4 فقرات غير مفهومة، ولم ترسل أي شيء من بعده. يعني 4 فقرات فهمتها اللهم بارك، لم تفهمها فإنك مقصى من كأس العالم والسلام عليكم. أعتقد أن اتحاد العاصمة عليه أن يواصل سعيا في البحث عن مخرج لهذه القضية، ليس لاتحاد العاصمة فقط. وعندما كريم أنا نشوف أبعد من ذلك للمواسم المقبلة والقادمة. صحيح. في كل مرة سيواجه منتخب أو نادي جزائري مع المغاربة سيقع هذا المشكل، وأعتقد أننا يجب أن نجد الحل اليوم قبل الغد إن شاء الله. إن شاء الله. فؤاد اسماعيل الإعلامي الرياضي، شكرا لك على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة. شكرا فؤاد. إذا محمد، بهذا نصل إلى ختام الفقرة الرياضية. نذكر فقط أن فريق اتحاد الجزائر انهزم في مباراته أمام شباب الوزداد بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الجزائر بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي. كنت قد سألتني الأمس حول توقعاتي بخصوص هذه المباراة، قلت أنه 50-50 وممكن أنها تروح حتى ضربات الترجيح، وهو ما حصل في الأخير. صحيح. والشباب بالوزداد تأهل للنهائي وسيواجه فريق مولودية الجزائر في النهائي المرتقب، نهائي ديربي عاصمي بين فريقين، واحد منهما سيصل إلى تتويجه التاسع في المنافسة. حتى النهائي سيكون مثير، وتوقعك كان في محل أمس. ولكن أريد فقط أن أتكلم معك في نقطة مهمة كريم، بخصوص ما كنت تتحدث مع ضيفك بخصوصه. يعني ألا يجب هنا تصحيح الوضع داخل وترتيبه داخل الكاف، يعني في ظل ما يعيشه حاليا؟ من الصعب جدا، خاصة بعدما كان بالحديث أو ماذا قال فؤاد اسماعيل أن الكولسة صارت جزء لا يتجزأ من أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. هناك أشخاص هي التي صارت تتحكم بدواليب الأمور داخل الاتحاد الإفريقي. ليس رئيس الاتحاد موتسيبي هو من يتحكم ربما أو يصدر القرارات، وإنما أشخاص أخرى. الكل يعلم أنه رئيس الجامعة المغربية صار هو من يتحكم في الكولسة داخل الاتحاد الإفريقي. شاهدنا العديد من الأمثلة. الأندية المغربية صارت بقدرة قادر تتوج على المستوى الإفريقي. شاهدنا أن نهضة بركان هو الرئيس السابق والرئيس الفعلي، نقولها بكل صراحة، توج قبل سنوات قليلة بكأس الكاف، وهو فريق يعني متواضع في البطولة المغربية. الكل يعلم أنه هناك 3 فرق دائما ما تتعلق في المنافسات الإفريقية، لكن بقدرة قادر صار فريق نهضة بركان يتألق ويتوج بالألقاب الإفريقية، وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام وتفهم أمور عديدة تحدث داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. نعم كريم، ومثل هذه الكولسة أمر مخيب هو للآمال بالنسبة أكيد. للجمهور الكروي سواء المحلي أو الإقليمي أو حتى الدولي. صحيح محمد. نعم، أشكرك جزيل الشكر كريم على كل
ما قدمته وأنت وضيفك الذي كان معك منذ قليل عبر الهاتف من قطر. أشكرك جزيل الشكر كريم. ومشاهدينا إن شاء الله إن شاء الله مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى طي هذه المحطة وضمن أخبار الرياضة ومستجداتها. نلقاكم بعد قليل. رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاعرفوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فأيقظوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك أحمق فاجتنبوه.